نگریم. يبدو أن أردوغان وحكومته الفاشية ماضون في حلمهم في سبيل إعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية إلى الوجود مجددا بعد أن زالت واندثرت. فلم يكفهم ما حدث في سوريا من قتل وخراب وتدمير وبتدخل مباشر من تركيا، ولم يكفهم احتلال عفرين وتبعها احتلال رأس العين سرطانية وتل أبيض جريس بي، وحتى هذه اللحظة الهجمات مستمرة على المناطق الآمنة، وآلت الحرب التركية تستهدف الآمنين موقعة إياهم ما بين شهيد وجريح. تواصل هذا الحلم عبر الامتداد هذه الأحلام والطموحات إلى أراضي الجوار في محاولة الاحتلال المزيد من الأراضي وضمها إلى الأراضي التركية. طبعا يتذرعون في احتلالهم لمزيد من الأراضي بحجج واهية، فقد أطلق أردوغان حملة عسكرية في جبال قاري، وذلك لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. هذه الحملة التي كان من المتوقع أن تحقق نتائج باهرة وأن تحقق النصر وبسرعة مذهلة، ولكنها تحطمت جميع الآمال أمام بطولات حزب العمال الكردستاني وأمام مقاومة الجيرلا العظيمة. وبدلاً من أن يحققوا النصر قاموا بقتل الأسرى الذين كانوا موجودين أحياء لدى قوات الجيرلا. طبعاً في الوقت الذي تواصل فيه الدولة التركية هجماتها اليوم على مناطق جنوب كردستان، يواصل مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا مهاجمتهم لقوات الجيرلا. طبعا لقد انضموا إلى جانب الحزب، لقد انضموا في قتالهم إلى جانب مخططات الدولة التركية التي مارست ضغوطا على حزب الديمقراطي الكردستاني من أجل إشراكهم في هذه الحرب، رغم نفي رئيس الحزب لهذا الأمر، ولكن ما يحصل على أرض الواقع يثبت هذا الكلام. طبعا من المؤسف جدا انضمام وانجرار حزب الديمقراطي الكردستاني وراء المخططات التركية